السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ من قناة بحييكم لكم مني مليون تحية. والله نصلي على النبي، كل مليون نبي يصلي عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما انتم شايفين كده، انا حطيت في الكاسرولة مجين سكر، ويا ريت يبقى سكر ابيض، وحطيت عليهم نص كوباية مية وعصرة ليمونة، او شعرة ملح ليمون. يبقى كوبايتين سكر عليهم نص كوباية مية وعصرة ليمون او ملح ليمون. هنا انا مقلله الميه بحيث ان هو انا هعمل عسل يعمل الكرة الجامده، مش الكرة الطرية يعني. فانا عايزاه ايه يتعمل بسرعة. وفي الطبق حطيت سوداني يتحمص، طبعا من غير اي مادة دهنية، سوداني مقشر. وهنا هنحط بياض بيضتين، بياض بيضتين. فانا كده بشيل الصفار وبحط، بنزل البياض، بفصل البياض عن الايه الصفار. هناخد بياض البيضتين بس، وهحط كيس فانيليا وشعرة ملح ابيض. كيس فانيليا او فانيليا بودر يعني، ولو عندك فانيليا سايله ماشي، البودر ماشي، وشعرة ملح اكل. وهضربهم بالمضرب عشان نعمل المارينج. هنعمل ايه دلوقتي؟ انا هعمل النوجة. زي ما انتم شايفين العسل، ومقلله له الميه خالص لانه مش عايزاه خفيف. وبحمص السوداني، ودول بياض بيضتين يعني. بنفصل البياض من الصفار لحد ما يعمل فوليوم معانا كده. وبحط عليه الفانيليا، وحط شعرة ملح لحد ما يعلى معايا خالص كده ويعمل فوم كده، وما يتحركش كمان من البوله اللي انت بتعملي فيها. يعني مثلا تقلبي البوله كده ما يقعش ولا يتحرك، بيبقى مارينج كده تقيل. تنكي معاه لحد ما يتقل ويعمل معاكي زي ما بيقولوا بوز الكتكوت ما بيتحركش في البوله حتى، ولا بيروح كده ولا بيروح كده. كده السوداني كان اتحمص اهوت، يعني يبقى سخن قوي ما تطيقش ايديكي فيه، وبس مش تحرقيه. هنا بقى في الصينيه دي دهنتها زيت، وحطيت الكيس ده برضو ودهنته زيت. ممكن تكتفي كده لحد الزيت وبس. انا هحط نشا عشان النوجة تبقى هي كده كده بتبقى مغلفه بالنشا كده، زي الملبن. ممكن تكتفي بالزيت، وبعد كده اما تتعمل تحطي عليها النشا، فبراحتك يعني يا قبل يا بعد، الطريقه زي ما تحلالك. كده العسل بقى. طبعا انا عملت المارينج وسبته وركنته على جنب، وبتابع بقى العسل. طبعا انا بتنني معاه لحد ما يعمل الكرة الصلبة، يعني يبقى تقيل قوي. بصي انا بعمل اول مره دي اهي تيجي طريه، بصي طريه. احنا مش عايزين كده، احنا عايزين اللي هي الجامده، اللي هي الحجره الازاز ديت، مش الطريه دي، مش اللي هي تطرى في ايديك، اللي هي تتنيها بصي طريه خالص. يعني العسل خفيف لسه، هنتنينا معاه لحد ما تعمل معانا الكرة الصلبة. بصي حتى لونه بيتغير او بيصفر زياده. هنا هي كانت اتعملت بقى الصلبة، بصي اللي هي بقت زي الازاز كده، اللي برضو في الوضع ده بتشك كده. كده هنا بقى بدأت ان انا احرك المارينج، وهنزل بالعسل عليه واحده واحده كده، وانا شغاله بالمضرب. يعني انا بجيب العسل سخن في بعد الخطوه ديت، وانزل بقى حبه بحبه كده، ايد ماسكه المضرب، والايد التانية همسك اهوت. هبدأ انزل بالعسل. شايفين العسل نازل اهوت من الجنب التاني. بحط بقى حبه بحبه وتانيين عامل. طبعا بيتقل معاكي، بيتقل طبعا، تنيكي برضو تحط شايفه. بحط برضو لان العسل تقيل فبيتقل مع المضرب. برضو بتنيني شغاله معاه لحد ما يتعمل مع بعض ويمتزج مع بعض ويتقل، ويديني خليط النوجه. ممكن تعملي النوجه ساده كده بيضه بس، ما تحشيهاش. ممكن تحشيها. هحط بقى شعرة او معلقتين كده ماء ورد برضو عشان زفرت البيض. احنا حاطين فانيليا خدوا بالكم. وحطيت ميه ورد. بتنيني بقى مع الخليط لحد ما يتقل، وبعد ما يتقل خالص ممكن تعمليها نوجه ساده، وممكن تحط لها سوداني زي ما انا حطيت. طبعا احنا محمصين، وفي ناس ممكن تحط بندق، في تحط حاجات تانية. احنا ابسط حاجة السوداني، او انا اعرف النوجة بالسوداني. وبقلبها برضو، وبقلب السوداني كده مع الخليط. وبعدين بنزل بقى على البلاستيك اللي انا مغلفاه بالزيت والنشا زي ما انتم شايفين كده. طبعا تاخدي بالك ان هو سخن، طبعا تبقى برضو ايديكي بحذر كده. انا لميته طبعا بالبلاستيك كده، وسبتها بقى اما بردت. وبعدين هنقطعها مع بعض كده. هقطعها بقى تقطعها برضو في العمايل. عايزه تعمليها اعرض من كده براحتك، يعني عايزه تعليها وتبقى عاليه براحتك، ممكن تعليها وتخليها سمكها عالي او تخين كده. انا عملتها رفيعه بصراحه عشان تديني عدد اكبر يعني.
بكبر في الموضوع. ده كان شكلها هي، شايفين قلبها تحفة والسوداني محمص وجميلة وطعمها حلو والسكر مظبوط. كده أبسط طريقة للنوجة وكل محتوياتها عندك في البيت. وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب كده لو كنت وصلت هنا كده متنسوش اللايك. واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.